ألقاه بيجي هكذا وإني طارح الرقبة وطارح السوع بحكم ربي ما ساقه لي يسوقه لي خير ولا يسوق لي شر كان أراضي ما ساقه سمعت ومين على الله سمعت وأنا داري هذا إنه ماشي له دواء وداري إنه ماشي منه قطع وداري إنه طرحه الله فيه هكذا يعلم الله كيف عبرت قيله وكيف نعشت قيله ما أفهم يا دريب هذه خلق السماء والأرض سمعت ولا هذا ما حد بيجيب لك منه أبدا هذا شيء ألقاه ربي ولا معنا خبر بتفسيره كيف هو قايل ولا حد يقدر يفسره. لم يقم الأبناء الأرض أو يقعدها لحدوث ما لم يكن في الحسبان أو حتى في الخيال، لكن اقتناعهم برؤيا والدهم وتحققها سارت في قبيل المسلم به، ما دام هذا الشيء الغريب ليس له عوارض جانبية تستدعي الحيطة منه. خذينا فترة طويلة ما عالجنا ولا لأن قلنا خلاص طالما يعني الرؤية هذه تحققت ما فيش داعي لطبيب ولا نروح إلا فيما بعد كانت عندي أنا خشية أنا وأخواني وقلنا بنشوف أشهد الظاهرة وأشهد الحاجة، وعندما وصلنا قال لنا أطباء كثيرين مش واحد ولا أربعة قالوا هذا ما منه ضرر على الشيبة وما فيش داعي يعني لا تسوي له عملية ولا حاجة. لا شك أن ظاهرة الحاج صالح بن طالب توحي لكل متتبع من الوهلة الأولى بأنها ظاهرة فريدة بل ومدهشة تستحق الاهتمام والتمحيص من المعنيين في مجال الطب لتفسير هذه الظاهرة. وما يثير الانتباه إلى أن الحاج صالح بن طالب لديه إيمان راسخ أنه لن يقدر أحد على كشف خبايا هذا القرن رغم اعتراضه أو حتى تقبله لفكرة فحصه مهما يكن طالما أنه لا يؤثر عليه. هذه الظاهرة التي ظهرت عند الأخ صالح ظاهرة غير مرضية وإنما غير طبيعية، يعني إنما خلل وظيفي. الخلل الوظيفي هو زيادة الإفرازات الدهنية التي كانت تسمى المادة الأساسية للعملية البناء كالسمت، كانت تضاف إلى الإفرازات الخلوية التقشرية الجلدية، فكان يعني تكون وتصلب تكون وتصلب بحيث إن كان الوسط على ما أعتقد كان يظل رطبا في البداية كنمو أي شيء أو أي قرن عند الحيوانات. هناك أسئلة كثيرة ما تزال تبحث عن تفسير حول قرن ذي القرن، ولعل الإجابة مرهونة بخضوع الحاج صالح بن طالب لكشف وفحص طبي دقيق يتجاوز المعلومات التقليدية التي حاولنا الوصول إليها. جميل الهرش لبرنامج ألوان السعيد.